هما القدماء المصريين كانوا بيفطروا ويتغدوا ايه؟ وجبة الفطار بتاعتهم كانت شبه الفطار بتاعنا اللي هو دلوقتي. كانوا بيدمسوا الفول ويفطروا بيه، والخضار كان شيء أساسي، خس أو بصل أخضر، وطبعا العيش. إنما الغدا كان لازم يبقى فيها بروتين. لو العيلة فقيرة شوية وعلى قد حالهم كانوا بيتغدوا سمك مملح اللي هو الفسيخ أو الملوحة، أو سمك مشوي من النيل، وطبعا الخضار ما ننساش البصل الأخضر. لو العيلة بقى مبسوطة شوية وغنية كانوا بيتغدوا بط أو وز أو لحم بقري أو خروف، وطبعا العيش المتخمر اللي هو في الفرن. المقبلات بقى اللي جنبه بتبقى خبيزة أو عدس أو بصارة. لازم تشوفوا فيديو البصيرو اللي أنا عملتها عن القدماء المصريين. على فكرة القدماء المصريين أو المصري القديم عامة ما كانش بيحب التوابل قوي على الأكل، يعني آخره ملح كمون كزبرة. الفلفل الأسود ده عرفه بعدين. الحلو بقى كان فاكهة أو بلح محشي لوز ومتغرق بالعسل الأبيض. المشروبات بقى ما كانش شاي بالنعناع ولا قهوة، كان بيشرب بيرة. أيوة بيرة، بتتعمل من الشعير أو القمح، وعلى فكرة مغذية جدا ومش بتسكر. اللي كانت بتسكر ديت كانوا عارفينها برضو، وكانوا عارفين أضرارها. لازم تشوفوا فيديو الخمر اللي أنا عملته عن القدماء المصريين.